السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله من قناه منصور فود كورنر. والحلقه دي قررت ان انا اعمل حلقه عن ايه احسن شوربه سي فود في اسماعيليه بين اشهر 5 مطاعم. ومعانا الاسطول حسن ابو علي، طلع على النبي، رودي، ومسعد القماش. هنشوف ايه احسن شوربه سي فود. واول واحد معانا هو طبعا لازم يذكرنا بصلاه النبي، هو الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشوربه هنا كانت عامله 110 واخد تقريبا حوالي 12 دقيقه. شوف المحتويات، تقريبا معلقه وشوكه، رغيف عيش، تقريبا العيش ده هم خابزينه، نص ليمونه، والشوربه، وعلبه طحينه. العلبه زي ما انتم شايفين هنا العلبه مقفوله، شكل النوع نفسه، نوع العلبه نفسها كويس بحيث ان هي ما بتخرش او ما بتنزلش حاجه لو حد عايز يسافر بيها بتاع، كويسه جدا. وطبعا زي ما انا عودتكم ان شاء الله ان انا عايزين نشوف المحتويات اللي جوه ايه، ونوزن ونشوف الخامه الوزن اللي احنا هناخده قد ايه، الكميه طبعا اللي جوه، وطبعا نخش على فقره الميزان ونشوف الدنيا هتقول ايه. ده شكل الشوربه، في كريمه من فوق شكلها كويس جدا، الشوربه ريحتها كويسه جدا، في ريحه سي فود، ريحه الشوربه حلوه جدا، بدايه مبشره من الصلاه على النبي. بس في بدايه مش مبشره شويه، ان انا لقيت ناموسه في الشوربه. يعني اتمنى ان الصلاه على النبي ياخد باله من الحته ديت المره الجايه، اكيد غلطه غير ملحوظه، انا عادي، انا نفسي كويسه، هي اكيد غير مقصوده منهم، بس احنا على قد ما نقدر طبعا. الصلاه على النبي هو مطعم كويس واحنا هنعدي له الغلطه ديت ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان هم ياخدوا بالهم من الموضوع دوت. انا عادي، انا نفسي كويسه، وعادي لو وقعت حتى اي حاجه هاكلها مفيش مشكله. حبيبي يا علي بيه، يا جماعه علي دوت دافع معايا نص الاكل، يعني نص الاكل دوت علي بيجيبه معايا. ونصفر الطبق بتاعنا ونحط. ده شكل السي فود في الطبق، تقريبا هو عباره عن رجول صبيط وجمبري. ونوزن معانا نشوف الصلاه على النبي هيقول كام جرام. الصلاه على النبي بالظبط جايب محتويات السي فود 205 جرام. عايز ادوق الاول من غير ليمون نشوف طعم الشوربه هيبقى نظامها ايه. هي الشوربه شكلها كويس، فيها نسبه الكريمه كويسه. ما تقلقش علي، والله هاكلك بالفلوس اللي انت دفعتها. كفايه قوي، كفايه. خطيره خطيره خطيره. يا جماعه الشوربه صراحه طعمها حلو جدا، طعم الصبيط والجمبري والشوربه نفسها البهارات بتاعتها حلوه جدا، الكريمه مظبوطه، مش مزيته التزييته اللي هي تضايقك، خفيفه، طعم جمبري مركز، فحلوه جدا بصراحه. ندوب بقى بالليمون بتاعنا ونشوف الدنيا فيها كده يا جماعه. بصراحه بالليمون طعمها حلو جدا، الليمون ادى الحموضه المطلوبه في الشوربه. اكتر حاجه عجبتني بصراحه ان الشوربه طعمها كويس جدا، مش دسمه، طعم السي فود نفسه ظاهر، الكريمه او البهارات اللي موجوده في الشوربه مش طاغيه على الشوربه. انا عايز اوريها لكم برده، دي شكلها. وبصراحه اكتر حاجه عجبتني العيش اللي هم عاملينه، العيش دوت بصراحه طعمه حلو جدا، يعني لايق على اكلات السمك او شرب السي فود اكتر من العيش البلدي اللي هو العيش الرده ده. بصراحه انا حي الصلاه على النبي على الفكره ديت. الطحينه بتاعتهم طبعا احنا جربناها في حلقه الجمبري فمش هنضطر ان احنا نجربها، لكن الصلاه على النبي الشوربه كانت بسعر 110 وتقريبا خدت 12 دقيقه، فبصراحه كويس جدا. وتاني واحد معانا وهو الرودي. طبعا الرودي حلقه الجمبري هو كسب معانا بصراحه، وكان الجمبري بتاعه مميز جدا، فاتمنى ان هو يكمل معانا في المكسب، ويا ريت ان هو يكسب ان شاء الله. محتويات العلبه بتاعتهم علبتين طحينه برده نفس الفكره، وعلبه سلطه كبيره. والرودي هنا كان ب 105، احنا جبنا شوربه سي فود مخليه العاديه كان ب 105 وتقريبا خد 13 دقيقه. الشوربه بتاعتنا طبعا هي هنا مغلفه سلوفان احسن، العيش بلا اللي هو الرده. اتمنى ان بصراحه ان بتوع المطاعم يعملوا العيش اللي هو فكره الصلاه على النبي، العيش بصراحه طعمه حلو جدا. ونص ليمون افتح النفس. هو نفس شكل شوربه الصلاه على النبي، بس شكل الكريمه نفسها قليله شويه. ريحه يعني انا شامم ريحه لبن اكتر، يعني اللبن نفسه طاغي هنا اكتر مش زي الصلاه على النبي خالص. ونخش بقى على فقره الميزان. طبعا صفرنا الطبق بتاعنا. الرودي هنا جاب 180 جرام، يعني الصلاه على النبي اعلى منه تقريبا، الصلاه على النبي كان جايب 205 جرام. ونشوف طعم الشوربه الاول عامل ايه من غير ليمون ومن غير اي حاجه خالص. هو في فليه جمبري صوبيا. هو هنا نفس التعليق على صراحه على شوربه الصلاه على النبي، ان هنا طعم الكريمه طاغي اكتر عن البهارات، مش شامم ريحه، مش حاسس ريحه بهارات سمك كتيره زي شوربه الصلاه على النبي. شوربه الصلاه على النبي لغايه الان هي اول واحده لغايه دلوقتي معانا. وثالث واحد معانا هو مسعد القماش. طبعا انا مش عارف هو جاب الكيسه دي ليه، ممكن يكون اتلخبط او حاجه او الكيسه اللي عنده خلصت، لكن يا جماعه والله هو مسعد القماش اهوت، والطحينه بتاعته والحاجه بتاعته تمام. طبعا مسعد القماش كان في سندوتش الجمبري كان عامل ازاي، وكان مدينا كميه فظيعه بالسعر اللي احنا خدناه. طبعا هنا مسعد القماش كان بسعر 110 واخد ربع ساعه. محتويات علبه الجمبري، رغيف عيش بلدي برضو، وعلبتين طحينه. مسعد القماش دايما كريم في الخامات بتاعته، يعني علبتين طحينه. نفس رودي برضو اداني علبتين طحينه، بس انا بصراحه عمري ما هنسى الجمبري اللي هو جابه لنا. تعليق طبعا على التغليف دوت، اتمنى ان التغليف دوت يغيره ويجيبوا
ويجيبوا الجردل دوت. الجردل دوت بصراحه امان اكتر، احسن من العلبه دي. العلبه دي ممكن تفتح وتبهدل الدنيا لو لا قدر الله حد مسافر، لان احنا طبعا عارفين ان احنا اسماعيليه وكده بيقول لنا ناس كتير قوي من القاهره. فاتمنى ان هو يظبط الفكره ويجيب الفكره دي. علبه الشوربه ونص ليمون، هو تقريبا نفس الفكره كلها، علبه الشوربه ليمونه وطحينه وعيش. الرحمن الرحيم، مش عايزين نبهدل الدنيا. هي العلبه هنا ضعيفه شويه، حاسس ان هي هتتقلب مني. اتمنى ان هو يظبط الدنيا بصراحه في العلبه ديت. التعليق برده على يا نهار ابيض، هتتقلب يا لهوي. تعليق على الشوربه كنظره مبدئيه ان هي برده ما فيش عليها الدسم اللي كان موجود في الصلاه على النبي لغايه الان، او الزبده اللي موجوده عليها. ان بصراحه ريحتها حلوه قوي. هي بيضه واكيد فيها اللبن او فيها الزبده، لكن الريحه مختفيه. انا شايف ريحه سي فود وريحه بهارات بس. طبعا الاول لازم نخش على فقره الميزان دوت. شكل الفئات بتاعه مسعد القماش بصراحه اكبر حجم انا لغايه الان شفته. الصبيط نفسه كبير، الفيليه بصراحه اكبر قطعه انا شفتها، الجمبري نفسه كبير. فاتمنى ان الطعم يعجبنا ان شاء الله زي ما الشكل نفسه عجبنا والحجم عجبنا. مسعد القماش هنا جاب 207 جرام تقريبا، وزن مقارب جدا للصلاه على النبي، يعني برده كويس. هنشوف الطعم بتاعه هيقول ايه ونجي لكم تاني. ندوق الشوربه يا جماعه. الفيليه نفسه كبير بصراحه، الكميه نفسها حلوه صراحه. هنا يا جماعه الطعم من غير الليمون حتى حاسس بطعم السي فود، سواء الفيليه او سواء الجمبري، طعم ظاهر اكتر. الطعم اللبن اللي احنا شفناه في الرودي هنا يكاد يكون مختفي، مديك برده الدسامه الحلوه اللي كانت في الصلاه على النبي. صراحه هنا مسعد القماش يكسب شويه في الطعم 100، لكن بصراحه تعليقي لغايه الان ان انت ظبط التغليف دوت. انت لو ظبطت التغليف دوت هتكتسح بصراحه. وندوب الليمون بقى نشوف الدنيا هتقول ايه. بصراحه يا جماعه الطعم كويس جدا. الليمون اداها طعم احسن. هو الفكره ان انا هنا بصراحه طعم الجمبري نفسه، هو الجمبري حجمه كبير كده، بس بصراحه الجمبري نفسه في الشوربه هنا انا مش حاسس بطعمه قوي زي ما انا حسيته بطعم في الصلاه على النبي. ورابع واحد معانا هو الاسطول. طبعا الاسطول سودها معانا المره اللي فاتت في حاله الجمبري، كان مدينا سندوتش مش نافع خالص. فاتمنى ان هم يكونوا عوضوا الدنيا ديت. طبعا يا جماعه انا بطلب السندوتش، لا بقول لحد انا بصور ولا بقول لاي حد حاجه خالص. بروح حتى لو حد عرفني من المره اللي فاتت او شاف حد، فانا بعت صاحبي ان هو يستلم الاوردر، عشان برضو احنا بنقول راينا للمصداقيه. ولو اي حد فيه تعليق او حاجه، احنا ما بنغلطش في حد ولا قصدنا خالص ان احنا نقطع رزق حد. الفكره كلها ان احنا عايزين نوصل للمطاعم فكرتنا او راينا، ان احنا نقول ان الحاجه دي حلوه او مش كويسه، او اعمل ايه او ما تعملش ايه. علبه ليمون، اول واحد يدينا علبه ليمون فيها ليمون كتير. علبه بابا غنوج وعلبه سلطه كبيره. طبق عيش 3 رغيف، انا مش عارف ايه كل ده. وتقريبا مطعم الاسطول بيعوض الدنيا ولا ايه. ومعلقتين، فحاجه كويسه. برضو نفس فكره مسعد القماش، هو تقريبا نفس التغليف بتاع مسعد القماش بالظبط. طبعا هنا الدسامه كويسه، الزبده اللي بتبقى على الشوربه نفسها، بس العلبه نفسها يا جدعان مش امنه خالص، هتبقى مش امان. الريحه نفسها، ريحه الشوربه في ريحه بهارات كتيره، ريحه الزبده، ريحه اللبن برضو طاغيه شويه هنا زي الرودي. ونشوف الوزن هيقول ايه في الاسطول. الوزن هنا في الاسطول 218، يعتبر اكترهم. بس انا بصراحه في حاجه انا شفتها ما عجبتنيش قوي في الاسطول هنا. السمك نفسه يعني انا مش عارف دوت، يعني نوع السمك نفسه بيبقى غامق كده، ولا دوت الفيليه نفسه قديم، معرفش بصراحه. بس هنشوف الطعم هيقول ايه. الجمبري هنا نفسه حجمه كبير برده كويس. ده شكل الطبق من جوه، تمام. ونشوف الطعم بقى يقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه هنا بصراحه انا لتاني مره الاسطول بصراحه الشوربه بتاعته ما تعجبنيش. حاسس ان السمك الفيليه دوت سواد نفسه في السمك الفيليه نفسه كده، انا مش فاهمه ايه هو بصراحه، ما عجبنيش خالص. طعم اللبن اللي انا قلت شامم ريحه اللبن في الاول دوت، طبعا انا حاسس بيها دلوقتي برده. طعم اللبن موجود فيه، طعم بهارات شديد قوي، يعني مش مفضل ليا. طبعا يا جماعه ده رايي انا، والله انا ما اقصدش ان انا اعيب في حد او حاجه. اتمنى ان مطعم الاسطول يشتغل على نفسه شويه ويظبط التتبيله ويظبط الدنيا دي كلها. ندوق برده بالليمون، هنشوف ممكن يكون الليمون دوت هيحسن الطعم شويه. والليمون هنا الفكره ان هو برده مكتر الليمون عشان الليمون نفسه صغير، فهنشوف الدنيا هتقول ايه. يعني نفس تعليق بعد الليمون. السي فود نفسه انا مش حاسس بطعمه قوي بصراحه، البهارات اللي فيه زياده قوي. يعني انا شايف في حاجات لونها يعني بصوا غامق ازاي، انا مش فاهم ايه ده بصراحه. يا ريت مطعم الاسطول يشتغل على نفسه شويه ويظبط الدنيا يعني. واخر واحد معانا هو حسن ابو علي. طبعا دوت كلنا عارفينه. طبعا حسن ابو علي الحلقه اللي فاتت هو كسب معانا، هو الرودي. حسن ابو علي كان بسعر 120 جنيه ودوت اغلاهم، واخد 10 دقايق. فاتمنى ان الفرق دوت يظبط الدنيا في الطعم. معلقه ومنديل. عيش برضو تحس ان هو مخبوز عندهم، عيش البلدي مختلف شويه، طازه اكتر يعني غير التانيين. علبه الشوربه طبعا كويس جدا ان هو جابها بالطريقه ديت. علبه طحينه صغيره، وعلبه سلطه بلدي ليمون. نفتح بقى العلبه. هو برضو مفيش هنا الدسامه اللي بتبقى كانت موجوده عند الصلاه على النبي، بس الريحه نفسها ريحه مشهيه جدا وريحه حلوه جدا. ريحه سي فود، ريحه الخضره برضو موجوده. ونشوف بقى الميزان بتاعهم هيقول ايه. ده طبعا ده شكله
يعني بصراحة أكتر واحد سخن جاي لغاية الآن، حتى البخار بتاعه طالع. نشوف بقى يودينا كام جرام. هو مطعم حسن أبو علي هنا ادانا 156 جرام، وهنا حسن أبو علي بصراحة أقل واحد في الوزن واعلى سعر، فاتمنى ان الطعم يعوض الموضوع دوت. عليه على الشوربه هنا بصراحه الشوربه كويسه، مفتقره لطعم البهارات شويه، بصراحه ما شدتنيش قوي زي شوربه الصلاه على النبي، بس الطعم الجمبري نفسه ظاهر شويه كويس. فبصراحه يعني ان السعر دوت هي اغلاهم وتكون بالموضوع دوت، فبصراحه حسن ابو علي هنا بصراحه ما عجبنيش قوي زي شوربه الصلاه على النبي. ندوقها برده بالليمون ونشوف هتقول ايه. والليمون انا اداها مزازه كويسه جدا، بس برده نفس تعليقي، الليمون مش هيغير الطعم طبعا. اتمنى ان حسن ابو علي يظبط الدنيا شويه، يدي شويه البهارات الزياده شويه الى حد ما، يظبط شويه البهارات، يظبط الشوربه الى حد ما، او يا اما انا مش حاسس بالدسامه بتاعت شوربه السجود نفسها. اتمنى ان حسن ابو علي يظبط الدنيا ان شاء الله، تبقى على الاقل كقيمه مقابل سعر. يعني هو لو قلل السعر شويه مقابل الطعم اللي احنا هناخده دوت هيبقى ممتاز جدا. وبكده يا جماعه تكون حلقتنا خلصت النهارده عن ايه احسن شوربه سي فود في اسماعيليه من اشهر 5 مطاعم. واللي فاز معانا في الحلقه ديت اول واحد هو الصلاه على النبي، طبعا فاق توقعاتي خالص، كان طعمه كويس جدا. وتاني واحد عجبني وهو مسعد القماش، كان طعمه بصراحه كويس جدا، الكميه كويسه جدا، الجمبري الحجم نفسه كويس جدا. بس اتمنى ان هو يظبط العلبه بتاعته، حط في العلبه اللي هي عامله زي الجردل ديت. اتمنى بقى ان انتوا تشتركوا في القناه باذن الله، وتكتبوا لي ايه المطاعم اللي انتوا عايزين نجربها او اعمل بينها مقارنه، وتكتبوا لي التعليقات بتاعتكم.